السلام عليكم، صباح الخير يا أحلى متابعين من وين ما كنتوا عم تتابعوني. إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رح أشارك معكم إن شاء الله. رح أعمل هدية لرفيقتي على طريقتي، ورح أشارك معكم بعض أسرار السعادة بين الأصدقاء إن شاء الله. فخليكم معي لتشوفوا الفيديو الحلو. مثل ما أنتوا هون عم تشوفوا حضرت القهوة لحتى أصحى شوي. اكتبوا لي تحت في التعليقات أنتوا من أي بلد عم تتابعوني، واكتبوا لي كمان بالتعليقات شو بتحبوا أشارككم بأفكار حلوة من عندكم فيكن تفيدوني فيها، وإن شاء الله رح أشارككم فيها، ورح أذكر كمان الاسم، ورح أذكر أي بلد عطتني هاي الفكرة إن شاء الله. إذا حابين هاي السلسلة فيلا نبدأ إن شاء الله كلياتنا مع بعض. وهلا إن شاء الله رح أشرب قهوتي، ومن بعدها إن شاء الله رح رتب سفرة الفطور معكم، ورح ندردش شوي مع بعض إن شاء الله. والله أنا عم حضر الفطور. أنا بحب كتير على الفطور يكون في فواكه أو خضار أو شي، يعني بفضله أكتر حتى من اللبنة وأكتر من أي شي موجود. بحس إنه هيك الفواكه والخضار هيك بيعطوا قابلية للأكل أكتر، وبنفس الوقت مليانين بالفيتامينات. فأنا إذا وجدت الجبنة والزيت وكل أنواع الفواكه خلص هذا فطور أساسي عندي إياه. اي والله، فهوني انا عم حضر الخضرة وعم رتبها بالصحون لحتى اني اعمل سفرة الفطور، ومن بعدها ان شاء الله رح اشارككم بالهدية اللي قلت لكم عليها. والله رح اقطع التفاحات ورتبهم بالصحن. انا بحب التفاح يكون بقشره، لانه بيكون بقشره بيكون غني بالفيتامينات اكثر من انه لما نجي نقشره نحن. تزيين لسفرة الفطور أو لحية لسفرة مثلا الغداء أو عشاء بيلعب دور كتير كبير بالقابلية على الأكل. يعني بحس سبحان الله إذا كانت الشغلة بسيطة وجينا ركناها، إيه سبحان الله الواحد بيتشوق لأنه ياكلها. هيك سبحان الله بيقولوا العين بتاكل سبحان الله قبل التم. إيه فهوني أنا حبيت أزين كل نوع فواكه بصحن. مثل ما أنتم عم تشوفوا هون بدأت أرتب كل الفواكه بالصحون. رح نطبق العنب كلياته او قلب صحن هذا القلب. عن جد انا امسا اشتريت صحون هيك كلياتها خشبية، بس كتير كتير حبيتها، يعني كل وحدة شكل. كمان الصحون بيلعبوا دور كتير بتزيين الفواكه او الخضار او اي قطع حلو. فهيك سبحان الله تركيب كلياته فن وذوق. وهي بنتي فضولة حبيت تساعدني وترتب معي العنبات. عن جد بقولكن الفواكه إذا انوجدت على السفرة بحسها أطيب كتير من أي نوع تاني فطور موجود على السفرة. هو كلياته سبحان الله ضروري، وكلياته لابد منه. أي بس سبحان الله كل واحد بفضل شي. مثل ما انتم هون عم تشوفوا هلا رح تبل الذرة. بعد ما اقسمها كلياتها رح تبلها بالملح ورشة الفلفل الحمراء. رشة الفلفل الحمراء بتعطيها طعم كتير كتير طيبة. جد صدقوني جربوها واكتبوا لي تحت التعليقات رأيكم. وهون انت مثل ما عم تشوف هلا رح اخلصها واسكبها بالصحن كلياتها. هلا رح ابدا ارتب الحواضر كلياتها بالزبادي.
الجبنة المشلتة بعد ما فرفدها كلياتها أنا بحب أعملها غسلة، بحيث إنه تروح عنا هاي طعمة التخزين، يعني طعمة الملح، ورش عليها حبة بركة. شفتوا انتو حبة البركة هون، أنا بعد ما غسلت الجبنة حبة البركة كتير كتير مفيدة، وبنفس الوقت اللهم صل على سيدنا محمد إلها فوائد كتير كتير عظيمة. والله أنا بديت رتب صحون الفطور كلياتها بالصينية. وهلا أعطوني رأيكم بأحلى سفرة وفطور خفيف وصحي وبنفس الوقت مليان فيتامينات، واكتبوا لي تحت التعليقات انتوا شو بتحبوا تفطروا عند الصبح. هلا في ناس تحب تفطر زفار، في ناس تحب تفطر حواضر مثل ما أنا حطيت، كل واحد شو بيحب وشو بيشتهي. بعد ما حضرت سفرة الفطور الحلوة اللي انتوا شفتوها، رح افطر وحضر الهدية معكم. هلا انا الهدية رح اعمل لها اياها حلق لونه احمر. فانا هون رح اجيب خيطان صوف، هيك شوفوا خيط كتير كتير رفيع، ورح اعمل لها وردة من هالخيط. جد صدقوني كتير كتير حلو، رح تشوفوه هلا ان شاء الله. رح اعمله معكم خطوة بخطوة. في البداية رح اربط الخيط بهالشكل هذا، ورح احط بقلبه ابرة المخرز تكون رفيعة مثل رفع الخيط. شوفوا قديش رفيعة، يعني قياس ابرة المخرز 13. قياس ابرة المخرز اللي انا عم استخدمها لهذا الحلق 13 هي، يعني كتير رفيع القياس اللي انا عم اشتغل فيه، يعني على مقاس الخيط اللي انا بدي اشتغل فيه. بلف الخيط على ايدي وبعمل 6 سلاسل. شوفوا هاي السلسلة الثانية وهاي السلسلة الثالثة، بحاول الثالثة تكون شوي أكبر من التنتين الصغار، وبرجع بعمل 3 سلاسل فوقها يكونوا شوي هيك يعني ماكنين، يعني مو إنه كبار. هلا رح أدخل بالسلسلة الثالثة يلي للأولى، يعني أنا هون عملت 6 سلاسل. بدخل بالسلسلة الثالثة بالبداية وبلف الخيط على الإبرة، بدخل عمود وبلف الخيط على الإبرة، يعني رح أدخل بقلب هاي السلسلة الكبيرة اللي نحن عملناها 4 مرات، وبرتفع 4 عواميد مثل ما أنتم عم تشوفوا. صدقوني طريقتها كتير كتير سهلة، وبنفس الوقت كتير كتير رح يطلع معكم حلقة كتير كتير حلو. هلا أنا ارتفعت العمود الرابع، وهيك صار عندي 4 عواميد على إبرة المخرز. هلا رح أدخل بالخيط بهالشكل هذا بحيث ارتفع سلسلتين، يعني شوفوا عقدتين، وبطلع فيهم بسلسلة وحدة، وبرجع برتفع 3 سلاسل بهالشكل هذا، وحاول ثبتهم في البداية بسلسلة مثل ما انتم عم تشوفوا الخطوات. راح بعدهم بسلسلة وبرجع برتفع 3 سلاسل، هيك بكون شكلت ورقة من الوردة. شوفوا بكون شكلت ورقة من الوردة. هلا رح برجع برتفع 3 سلاسل وبرجع بدخل 4 عواميد. هاي العمود الثاني، وبلف الخيط على الإبرة وبسنده بإصبعتي. هلا رح أترك لكم التصوير على البطيء بحيث توضح معكم الطريقة أكتر.
وشوفوا الطريقة كتير كتير سهلة. برتفع 3 سلاسل بهالشكل هذا، وبلف الخيط على الإبرة وبرجع بدخل بقلب الدائرة اللي بدينا فيها الورقات، وبرتفع 4 عواميد مثل ما انتو عم تشوفوا. هاي العمود الثاني وبلف الخيط على الإبرة، وهي العمود الثالث، وهي العمود الرابع، وبلف الخيط على الإبرة وبسحبها بهالشكل هاد، وبطلع ب3 سلاسل وبثبتها بقلب الدائرة. هي أنا عدتلكن الشرح 3 مرات بحيث إن شاء الله إذا حبيتوا تعملوها توضح معكم الطريقة أكتر. كمل الوردة لبين ما يصير معي 5 ورقات، ورح أحكي معكم على سر السعادة بين الأصدقاء. جد صدقوني لما نحن بنبادر بشي يعني يكون من صنع اليد، صدقوني أنا ما بحب أشتري شي من السوق، وبنفس الوقت بحب ضيف عليه شي من إبداعي، لأنه صدقوني أي شي بتبدعوه بإيدكم أو أي شي بتصنعوه بإيدكم رح يكون له قيمة أكبر، ورح يكون منحرف شوي عن السوق. صراحة يعني أنا كان في صديقة، يعني كان في إنسانة إنه حسها كتير تتزاول مني، أو يعني هيك فيكم تقولوا إنه مو كتير يعني حسها إنه منيحة معي وهيك. مكان اللي كنت أنا عم أدرس فيه، كنت أدرس القرآن بالجامع، فما كنت أحسها كتير هيك إنه صدق وش هيك رحوب وهالقصص هاي. فخطر ببالي قلت ليش ما أعمل بحديث رسول الله اللي بيقول تهادوا تحابوا، عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا. قام صنعت وردة، يلا هلا رح تشوفوها بالفيديو، وأنا نزلت طريقتها على قناتي قبل هالآن. صنعت وردة بالمخرز وقدمت لها إياها، قال هي لإلي، قلت لها إيه هي لإلك. يعني أنا حبيت أقدم لك هي الوردة لأنه الورد بده ورد، وجيتها بالكلام الحلو، وسبحان الله من يوم لليوم وخلص صرنا أصدقاء. يعني بالفعل صدق رسول الله لما قال إنه تهادوا تحابوا. وبحس سبحان الله لما نحن نهدي الإنسان أي حواجز بتكون بيناتنا يعني كلها بتروح، بيصير يعني شو بدي لكم يعني بصير محبة ألفة، شغلات كتير كتير حلوة بتشاركوها وبتشوفوها لما بتقدموا هدية، وخصوصي لما تكون هدية من صنع اليد. مو شرط انكم تكلفوا حالكم، في كتير أفكار، يعني في كتير أفكار حلوة إنه نقدر نقدمها كهدية، مو بشرط إنه نكلف حالنا. يعني رح كمل شرح عن الحلق، وإن شاء الله من بعدها رح كفي حديث معكم. هون من بعد ما خلصت الوردة كلياتها عملت ال5 ورقات، أنا ما رح أحطها على هذا الوش، رح أقلبها على الطرف الثاني. هذا الطرف اللي نحن عملنا فيه الوردة، وهذا الطرف اللي أنا رح أركب عليه الحلق. رح أحاول أصور لكم إياها تصوير قريب بحيث توضح معكم شكلها أكتر. قديش ما بقالكن حلوة كتير 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 على الواقع، وكتير ناعمة. شوفوا قديش ناعمة وكتير كتير صغيرة، لأنه أنا الخيط يلي استخدمته رفيع. شوفوا شكلها ما شاء الله قديش حلو. إذا بتعملوها بالخيط الأبيض بتبين كياسمينة. وهي أنا عملت الوردة التانية يلي للحلق. هذا رح أجيب الألمازة ورح ألزقها بالوسط، أو أي نوع ألماز أنتو بتحبوا، رح ألزقها بوسط الوردة بهالشكل هذا. رح أجيب الحلق، أنا هون عندي حلق له ألمازة، رح ألزق الحلق على الوردة كمان، رح ألزقه بهالشكل هذا بشمع اللزق، رح ألزقن وأرجع لكم. وهي شكل الحلق من بعد ما لزقته. شوفوا ما شاء الله قديش حلو وكيوت. أنا حبيت أشغل الفلاش شوي منشان تبين معكم الوردة أكتر. شوفوا كيف لزقت الحلق، قديش ما بقولكن حلو حلو كتير كتير حلو على الإذن. أنا عاملة واحد قبل هالمرة لإلي، جد صدقوني عملوه كتير كتير حلو، ورح يعجبكن إن شاء الله. ومثل ما شفتوا طريقته كتير كتير سهلة. وهلا رح زين الحلق معكم. أنا هون جبت قطعة ورق ملون لونها أحمر، بس هي من الفلاش عايطة على لون أورنج. رح قص شكل قلب بهالطريقة، هي مثل ما أنتم عم تشوفوا تنيت الورقة المربع ورح قصها على شكل قلب بحيث ركب عليها الحلق واعملها كهدية. شوفوا شكله ما شاء الله قديش حلو. هلا رح ركب الحلق عليه.
هون عندي ورق إيفا لونه أحمر لميع، ألزقه على جنب القلب بهالشكل هذا، وراح أكتب كلمة لوف من تحت. وبعد ما أنا كتبت كلمة لوف بالقلم الأسود، هلا راح أعمل ثقب بالورقة من هون، وراح أجيب قطعة من الخيط اللي عملنا فيه الحلق، راح أدخلها بهالشكل هذا. راح أجيب الوردة الحمراء يلي حكيت لكم عليها، نزلت طريقتها بفيديو كامل الشرح على قناتي إذا حابين تعملوا منها. جد صدقوني كتير كتير حلوة، أنا بحبها كتير هاي الوردة، بحب أحطها جنب فنجان القهوة، بحب أحطها قدام الضيف. جد صدقوني شكلها كتير كتير حلو. أنا عملت لها إياها لرفيقتي. هلا رح ركب القلب يلي أنا عملته على ورقة الوردة بهالشكل هذا مثل ما أنتم عم تشوفوا. راح أربط الخيط مع بعضه بهالشكل هذا. راح أقص الزايد من الخيط، هلا راح ألزق فوق العقدة اللي أنا قصيتها قلب من ورق الإيفا اللي أنا قصيته من قبل، ورق الإيفا اللاصق. وهلا أعطوني رأيكم بهالهدية يلي من صنع اليد. جد صدقوني أي إبداع من صنع اليد بيكون له طابع كتير كتير حلو بالقلب، وبيضل ذكرى من الشخص نفسه يلي هو عم يهدي الهدية. ولهون بكون خلص الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. لا تنسونوا الاشتراك واللايك، ومثل ما قلت لكم باول الفيديو اكتبوا لي تحت بالتعليقات انتم من اي بلد عم تتابعوني، واعطوني فكرة لحتى اني اقدمها بالفيديو اللي جاي، ونفيد كل الناس اللي عم تتفرج على هذا الفيديو. ان شاء الله كله بيساوبوا بصحيفة عملكم.